خذ الكتاب بقوة. افتكر الآية دي دايما حطها. كنا بنقول أول السنة بعد عام من الآن ستتمنى لو أنك بدأت الآن. واستعدوا بقى أبطال علشان إحنا داخلين على مفرمة، فعايزك بإذن الله تشد حيلك، تشمر معايا رجلك، تشمر إيدك، وننزل نغطس مع بعض علشان مفيش وقت بإذن الله. مفيش وقت تضيعه، مش مفيش وقت إن مفيش أمل، مفيش وقت تضيعه. سيبك بقى من اللي فات بلا، وبلاش فكره ان انت تخش تقول لي مستر وانا الحق، ولا ما تسالش حد، ما تاخدش كلامك من ما تجيش تسال حد تقول له انا هلحق. انت ما قدامكش اي فرق. ايوه طبعا ما تسالش. يعني ما ينفعش تيجي انت هتموت من جوع وراح تسال واحد تقول له هو انا لو اكلت ممكن اعيش؟ يابا انت مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. ما تخليش حد هو اللي يبقى متحكم في فكره هو مستقبلك ممكن يمشي ولا ممكن ما يمشيش. ما تتعاملش مع الحياه كده، ما تتعاملش مع الحياه ببساطه وانا ممكن بعد اذنك تقول لي ترشح لي ان انا ممكن في امل ولا مفيش. افرض انا قلت لك يا عم واحبطتك قلت لك مفيش امل، انت توقف مستقبلك عليا انا يا ابني؟ طب ما انا السنه الجايه انت اللي خسرت وانا ممكن ما اكون ما خسرتش. يعني انت لو رحت للمدرس وقلت له افرض انا بدات من دلوقتي، والمدرس ده قال لك لا ما تبقى، لو بدات من دلوقتي مش هتتساوى، ربنا مش هيساويك مع اللي بدا من الاول على سبيل المثال، ده كان رده. هل انت في اللحظه دي هتقول لي خلاص انا هستسلم وهضيع مستقبلي عشان خاطر الاستاذ قال لي، عشان هو قال لحضرتك ان انت مش تلحق، فانت قررت ان انت خلاص بقى انا هو الراجل قال لي مش هتلحق فانا استسلمت؟ يا ابني ده مستقبلك، ما تتعاملش مع مستقبلك برفاهيه، اللي هو جه ما جاش خلاص، ده مستقبلك. فما تروحش تقول لحد هو انا ينفع اعيش ولا لا، هو انا ينفع انجح ولا لا، هو انا ينفع ابقى متميز ولا لا. قولا واحدا ينفع، لانك بني ادم، والبني ادم عنده ربنا خالق له عقل، العقل ده طاقه غير محدوده حرفيا. فما تروحش لحد، ممكن انا عقلي يبقى محدود فاقول لك والله ده انت يا ابني امكانياتك على كده، ما كنتش شايف الزاويه المضيئه فيك، ما كنتش شايف امكانياتك كلها، فاقول لك يا ابني انت مش هتلحق، انت امكانياتك على قدك. ليه تخليني انا احكم عليك مع ان حضرتك انت اللي معاك القوه مش انا؟ فلا عليك اركز كده وتعامل مع حلمك انه حلم، تعامل مع مستقبلك انه مستقبل، تعامل مع ثانويه عامه وما تبقى من ثانويه عامه ان هي مستقبلك، نفسك يعدوا وخلاص زي ما تيجي، تتعامل معاها بمبدا ان ده مستقبلك. بالله عليك لا تستغل كل كلمه، والله كل حاجه لسه في ايدك، والله ربنا هيكرمك، والله ربنا هيعوضك، والله ربنا هيجبرك السنه دي. استغل كل كلمه خلاص. اي تعب بتبذله في حياتك بيساوي قصاده توفيق، حتى لو مش في الكليه اللي انت فاكر ان دي افضل كليه بالنسبه لك. طب ما دام كده ما نتعبش، ما انا قلت لك المشكله مش في كده، المشكله اللي انت لو ما عملتش اللي عليك ده ممكن يساوي عدم توفيق، ان انت ما توفقش حتى لو دخلت الكليه اللي انت عايزها. طب دخلوني الكليه اللي انا عايزها وانا مش مهم. والله الموضوع ما بيتحسب كده، والله الموضوع ما بيتحسب ان 1 زائد 1 يساوي 2 يا رجاله. ما بتعاملش مع ربنا كده. هو يا ابني اقول لك اسماء طلبه في كليه طب وخريجين وما شاء الله دكاتره وعدى 5 سنين عليهم شغل، واقول لك رواتبهم كام وحياتهم الاجتماعيه عامله ازاي؟ معاه دكتور حالته الاجتماعيه عامله ازاي؟ رواتبهم كام في الحياه؟ في حين الناس تانية ربنا فتح عليهم فتح عظيم بمجرد ما اتخرجوا، رغم ان هم ما كانوش في كليات تسمى بالقمه. فانت دلوقتي انا مش بقول لك ان كليه قمه وحشه، ولا بقول لك ان الكليه احسن من كليه خالص، انا بقول لك وانت بتتعامل مع ربنا تعامل معاه بادب، وان ربنا بيعاملك بالفضل. فانا وظيفتي في الحياه ان طول ما انا عايش اوري ربنا انا جايب اخري. يا رب انا جبت اخري، يا رب انا مش قادر اجيب اكتر من كده، يا رب انا بذلت اللي انا اقدر اعمله النهارده، مش قادر اذاكر اكتر من كده الشهر ده، جبت اخري في المذاكره السنه دي بس. طب افرض لا قدر الله اصحابي قال لي ده احنا ذاكرنا واللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش، وكلنا في الاخر سواسيه، وكلنا في الاخر ما جبناش مجموع، وكلنا مش هنخش الكليات اللي احنا عايزها، وكلنا مش عارف كليات خاصه، وفي الاخر اتساوى اللي ظالم بالمظلوم واللي غش زي اللي ما غشش خالص. انت اول مره في حياتك تتعامل مع صراع الخير والشر. هل حضرتك دلوقتي احنا مش عندي في موظف مخلص وموظف مرتشي؟ المرتشي ممكن يبقى اغنى من المخلص لانه ارتشى، ممكن يبقى اغنى منه. هل بينال توفيق في حياته؟ والله لا. بص على العيال دول وبص على العيال دول، بص على حياة ده وبص على حياة ده، يقول لك مفيش بركه. ليه؟ البركه اتسحبت، عدم توفيق. طب بتساوي ايه الفلوس؟ ما تساويش حاجه، لان الموضوع ما بتحسبش كده. انت مش ذكي، في ناس بتتذاكى، انا ذكي هعرف اجيب فلوس، مش مهم بقى صح ولا غلط هعرف. ايوه بس انت حتى لو عملت ده هتتحاسب عليه كبيره او ذنب، هتحاسب عليه، مش كده وبس، هيتسحب منك التوفيق، وانت فاكر ان انت شاطر، وانت فاكر ان انت ذكي ودماغك نظيفه. فالنهايه انا عايزك تتعامل، وانا بتعامل مع ربنا اتعامل معاه بادب. ربنا بيعاملني بفضله. عارف لو انت بتتعامل بالعدل، العدل بيقول ايه؟ ان انت لو تعبت السنه دي تتكرم السنه الجايه، بس سنه قصاد سنه، ده العدل. لكن تتعب السنه دي وتفضل مرتاح طول حياتك علشان خاطر انت تعبت سنه، ده مش عدل. ده اللي انا بقول لك عليه بقى. وانما اللي بيحصل ان ممكن واحد يتعب سنه سنتين ويفضل في طول حياته وربنا يوفقه. ليه؟ ده اسمه عدل ربنا.
اسمه كرم ربنا، مش العدل بتاعنا البشري، لا 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 لا، ان ربنا بيعاملنا بكرمه. فانا طمعان في الحته دي، وعايزك وانت شغال دايما باصص للحته دي. اوعى تبص ربنا على حته بمنظار انا عايز ربنا يعاملني 1 زائد 1 يساوي 2، انا النهارده ذاكرت فالنهارده فهمت المساله فانا بكره داخل. اوعى تتعامل كده، اوعى تعامل مع ربنا بادب. تعامل دايما مع ربنا يا رب انا مش عايز منك غير انت توفقني، يا رب انا مش عايز غير التوفيق، ان انا بعمل اللي عليا بس. فافتكر دايما الايه، اكتبها كده في نوتس جميله حطها قدامك. لما ربنا امر سيدنا يحيى قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يا فلان خذ ما تبقى بقوه، يا فلانه خذي ما تبقى بقوه. ما بقاش في وقت للتراخي، عشان في النهايه انت اللي صعبان عليا. في النهايه كل الدوشه اللي حواليك دي، كل الصراخ والصفير والصياح اللي شاغل نفسك او اللي انت مشغول بيه معذره حواليك ده، في جروبات وفي تنزل الشارع وتروح دروس كل ده السنه الجايه باذنك يا رب هيختفي وانتهت، ومرحله انتهت. اللي اخدها بقوه ربنا هيوفقه، واللي تخاذل فيها هارد لك حظ سعيد في فرصه جديده. مش بقول لك حياتك هتقف، بس خسرت اول فرصه اتحطت لك قدامك على الطريق. وانا مش بقول لك خلي بالك ثانويه عامه هي الحل الوحيد والامثل في الحياه، وان الناس بتوع ثانويه عامه، لا خالص. دايما وانا بتكلم مع الطلبه بقول لهم خلي بالك ثانويه عامه هي فرصه، زي ما شغلانك في شركه معينه فرصه، زي فكره ان انت تعمل مشروع فرصه، زي فرص كتير قوي بنتعرض ليها في الحياه فرصه، وكل انسان محسوب له عدد الفرص اللي هياخدها في حياته. فدي فرصه، وفرصه مهمه جدا. يعني مش فرصه عاديه اللي انا بعرض عليك موبايل بسعر زهيد فانت هتطلع كسبان منه، لا لا، دي فرصه مبني عليها حاجات كتير هتوفر لك طرق كتير قوي بعدين، هتساعدك كتير قوي. طب ماذا لو خسرت الفرصه؟ الحياه ما خلصتش، ما متش، بس هتستنى فرصه تانية مناسبه والله اعلم هتاخدها بقوه ولا لا، لان انت تخاذلت في اول فرصه علشان كانت محتاجه مجهود، ومفيش فرصه بتيجي من غير مجهود للاسف، بتيجي من غير تضحيه. فكده كده لو انت تخاذلت في دي يبقى محتاج تستعد ان الفرصه اللي جايه هتبقى مجهود، عايزه مجهود اكبر من ثانويه عامه بيك. خلاص، خذ الكتاب بقوه. افتكر الايه دي دايما حطها. كنا بنقول اول السنه بعد عام من الان ستتمنى لو انك بدات الان. تتمنى ان انت تكون بدات دلوقتي بقوه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.